الفيديو ده للجامدين فقط. الجزء الثاني. مرحبا. حكيت لك في الفيديو اللي فات على 5 غلطات بيغلطوها الناس الجامدين في الشغل بتخليهم يلبسوا ويخيشوا في الحيطه مهما كانت شطارتهم، ودلوقتي هحكي لك على اهم 4 غلطات حكاهم مارشال جولدسميث في كتاب وات جوت يو هير وونت جيت يو ذير عشان نبقى قفلنا على الكتاب ده خالص. الغلطه السادسه اللي مارشال حكى عليها في الكتاب وسماها ذا رونج كوريليشن، ودي عشان تفهمها هحكي لك مثال سريع للتبسيط. لو فرقه السيلز اللي عندك في الشغل كانوا مخيشين في التارجت ونتائجهم وحشه، وراح السيلز مانجر لمم الفرقه كلها بربطه المعفن كده وقعد يزعق ويهزق فيهم عشان يشتغلوا احسن، وهوب لقينا النتائج بتتحسن بشكل كبير. معظم المديرين الجامدين بقى بيعملوا كورليشن بين النتائج اللي اتحسنت وبين العلقه اللي ادوها للفرقه بتاعتهم، وبيستبعد ان اي حاجه تانية ممكن تكون هي السبب في البروجرس اللي حصل، زي مثلا ان الكومبيتيشن تكون بعافيه شويه في الفتره الاخيره او ان الديماند عالي في السوق لاي سبب. بيستبعد المعلومات دي. المهم ان الجامدين بيعملوا رونج كورليشن بين النتائج الكويسه وبين الاكشن اللي هم عملوه، حتى لو الاكشن ده كان وحش اصلا وما ساهمش في التغيير ولا حاجه. الله، طب وايه المشكله في كده؟ ما هو المشكله ان لو المدير لقى النتائج وقعت تاني لاي سبب هيظن ان هو لازم يعمل نفس الاكشن اللي عمله المره اللي فاتت، ظنا منه ان العلقه اللي اداها للتيم المره اللي فاتت هي اللي بتعمل البروجرس في النتائج، وهيروح لامم الفرقه بتاعته ونفخها. ولو النفخ ده ما عملش نتيجه مش هينتبه ان هو عمل رونج كورليشن وان السبب اللي بيحسن اداء الفريق مش هو زعيق اساسا، ده غالبا هيقرر يزود جرعه النفخ املا ان الاداء يتحسن. وهنا مارشال بيقول لحضرتك you did not see progress because of what you did. In fact you saw progress in spite of what you did. يعني هما ما حققوش المره الاولانيه بسبب اللي انت عملته، هما حققوا برغم اللي انت عملته. ايه العمق ده؟ الغلطه السابعه attempt to change people، ودي مارشال حاجه عليها في تجربته مع واحد من الكلاينتس بتوعه، وكان بيقول ان في شركه استعانت بيه عشان يحاول يغير في شخصيه مدير كبير قوي عند الشركه دي، بس بعد هبد ومحاولات كتير فشلوا انهم يغيروه. فشلوا عشان الاسد ملوش في البحر. طبعا انت عارف ان الاسد ده عنتيل الغابه وصياد نمره واحد، بس كل ده وهو على الشط. اول ما بينزل الميه قدراته دي كلها بتتدهور. وفي حيوانات تانية كتير اقل منه قوه زي الحمار مثلا بتعرف تأدي احسن منه جوه الميه. هل عمرك شفت بقى مدير الاسد ده جابه في 1 تو 1 وقعد معاه عشان يتغير ويختش على دمه ويبقى زي الحمار مثلا؟ وات يو سي؟ هو في ناس خلقتها كده، تلاقي موظف مثلا هو شخصيته انتروفيرت ومبسوط على وضعه، ما تحاولش انت بقى تزقه ضد طبيعته لانه مش هيروح معاك، والنبي لو رقصت له، خصوصا لو كان حاسس ان التغيير اللي انت بتزقه ليه ده مش هيخليه مبسوط اكتر. الا ايه يا نجم الكلام ده؟ يعني سيب الراجل في الكنافه؟ الاحسن انك تحط الراجل ده في حاجات تليق عليه وعلى تركيبته، ولو اديت له تاسكات تليق على موهبته هيبهرك، وحاول ما تزقوش على الحاجات اللي ضد تركيبته وتستنى انه يكسر الدنيا. كان الاسد عملها يا حماده. ولازم تبقى عارف انك you cannot make people change, you can only help them improve. يعني انت مش هتعرف تخلي الشخص يتغير، انت اخرك تخليه يتحسن. الغلطه الثامنه انك تبدا كلامك بلا بس مش لكن. ومارشال كان بيحكي ان في ناس لما تقول لهم على اي حاجه يرد عليك باي نفي والسلام حتى لو كان موافق. يعني تقول له تعالى يا ابو رشا نحط الانيوال بلان قبل ما نعمل البادجت، يقول لك بس لا مش ده اللي عملناه السنه اللي فاتت. الردود اللي بتبتدي بلا بس مش لكن دي بتقفل الشخص اللي قدامك، خصوصا لو كنت بتستخدمها عمال على بطال، وبتدي انطباع انك بتقول له ان I am right and you are wrong. يا راجل ده في ناس بتنسى نفسها وبتتمادى ومبقتش تعرف تتكلم بالعدل، لازم ينفي الجمله حتى لو كان هو اللي بيقترح. زي واحد صاحبي لما بيجي يقترح اي حاجه يبتديها بسؤال منفي، يعني يقول لي مثلا احنا ليه ما نعملش زي السنه اللي فاتت، او بقول لك ايه تجيش نروح سينما. طب بذمتك انت انا ارد عليه اقول له ايه؟ ده هو قفيل حتى وهو شخصيا اللي بيقترح الفكره. وعلى فكره انت ممكن تستخدم الكلام المنفي ده، هو مش حرام يعني، بس لما تستخدمه زياده عن اللزوم بيدي تاتش نيجاتيفيتي كده على المناقشه، وبيحسس الشخص اللي قدامك ان هو محتاج يدافع عن وجهه نظره رغم ان الموضوع ما يستاهلش اساسا. الغلطه التاسعه والاخيره This is not me. مارشال بيقول في الكتاب ان من اخطر المشاكل اللي عند الناس الجامدين ان هم لما بيسمعوا كلام زي اللي احنا حكيناه ده بيحسوا ان it does not apply to them، لان هو بيتعامل انه شخص ناجح، ولو كان بيغلط الغلطات دي ما كانش فلح. لكن مارشال بيقول لحضرتك ان شطارتك دي هي اللي got you here، لكن لو كنت بتغلط الغلطات اللي حكينا عليها قبل كده that won't get you there. اعمل منشن لزمايلك اللي في الشغل خليهم يشوفوا الفيديو ده، جايز يفيدهم. وده كان بريف في رغيف مختصر كده على وات جوت يو هير وانت جيت يو ذير بتاع مارشال جولدسميث. مساء الفل.